السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، معكم مس إنيس عبد الله. النهارده ان شاء الله موضوع حلقتنا هو تلخيص ومراجعة وحل تدريبات على الدرس الاول لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الاول. وتعالوا كده نفتكر مع بعض عنوان الدرس الاول اللي شرحناه مع بعض الحلقة اللي فاتت. عنوان درسنا كان ادوات تحديد المواقع. المواقع يعني الاماكن، ازاي نقدر نحدد اي موقع واي مكان. احنا عرفنا ان احنا ممكن نعمل ده باستخدام الخريطة او الصورة، وطبعا اللي ما شافش شرح الدرس الاول هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس، وكمان هثبته في اول تعليق. لكن احنا دلوقتي بنعمل تلخيص سريع على كل اجزاء الدرس الاول. نرجع تاني ونشوف معنى الخريطة. يعني ايه خريطة؟ احنا قلنا ان الخريطة هي رسم توضيحي لسطح الارض او لجزء منه باستخدام مجموعة من الرموز والالوان. اما الصورة فهي لقطة لاي مكان على سطح الارض باستخدام آلة التصوير او الهاتف. الصورة هي لقطة لاي مكان على سطح الارض باستخدام آلة التصوير او الهاتف. طيب عرفنا ايه كمان في درسنا الاول؟ عرفنا اي خريطة صحيحة هتمسكها هتلاقي فيها عناصر اساسية اللي هي عنوان الخريطة ووردة البوصلة ومقياس الرسم ومفتاح الخريطة وخطوط الطول ودوائر العرض اللي هي اسمها شبكة الإحداثيات. طيب المطلوب منك تعرف ايه في الجزء ده بالذات من الدرس؟ المطلوب منك انك تعرف أهمية كل عنصر من عناصر الخريطة. فمثلا عنوان الخريطة أهميته انه بيوضح معلومات الخريطة، ووردة البوصلة بتوضح لنا الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية. أما مقياس الرسم فبيوضح لنا المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. أما مفتاح الخريطة يوضح معنى الرموز والألوان الموجودة على الخريطة. وآخر عنصر معانا هي خطوط الطول ودوائر العرض أو شبكة الإحداثيات، ودي بتساعدنا في تحديد المواقع والأماكن بدقة. وده كده يا سنة رابعة أهم جزء من أجزاء الدرس، إنك تعرف أهمية كل عنصر من عناصر الخريطة، وكمان أهمية الخريطة نفسها، أهمية الخريطة في حياتنا. وطبعا احنا قلنا الحلقة اللي فاتت بالتفصيل أهميتها بالنسبة للطالب والمعلم والفلاح والجيش وكمان الطيار وقبطان السفينة والسائح. فقلنا ان الطالب بيستخدم الخريطة في المذاكرة والمعلم في الشرح، وكمان الفلاح بيستخدمها في تحديد ملكية الأراضي الزراعية، أما الجيش بيستخدمها في تحديد المواقع الحربية، وكمان الطيار وقبطان السفينة بيستخدموا الخريطة في تحديد موقع السير، أما السائح فبيستخدم الخريطة في الوصول للأماكن السياحية. وبكده يبقى احنا راجعنا على الخريطة. طيب نمسك بقى الأداة التانية من أدوات تحديد المواقع، وهي ايه الأداة التانية اللي بنستخدمها في تحديد المواقع؟ برافو عليك، الصورة. احنا قلنا بنستخدم الخرائط والصور. طيب الصورة دي عندنا بتبقى نوعين، يا اما صورة جوية او فضائية. طيب تعالوا كده نعمل مقارنة سريعة بين الصورة الجوية والصورة الفضائية عشان نفهم بالظبط ونعرف ايه الفرق ما بينهم. اولا الصورة الجوية تعرفها او مفهومها هي صورة يتم التقاطها من مكان مرتفع باستخدام الطائرة وتعطي صورة حقيقية لسطح الارض. أهميتها إيه؟ أهميتها إن هي بتساعدنا في رسم الخرائط أكثر دقة وتفصيلا. تمام؟ طيب الصورة الفضائية بقى هي صورة يتم التقاطها باستخدام الأقمار الصناعية وتظهر سطح الأرض من أعلى. طيب أهميتها إيه؟ أهميتها هي إن الأقمار الصناعية دي يا ولاد عندها قدرة على الدوران حول الأرض والتقاط أكبر عدد من المواقع أكثر من الصورة الجوية، وهي أكثر دقة من الصورة الجوية. يبقى في الجزئية دي لو قال لك صح وخطأ، الصورة الجوية أكثر دقة من الصورة الفضائية هتقول خطأ. الصورة الفضائية طبعا بتكون أكثر دقة من الصورة الجوية. وبكده نكون رجعنا على الدرس الأول. تعالوا نشوف شكل الأسئلة اللي ممكن تجينا على الدرس ده عاملة ازاي. وبما ان مادة الدراسات الاجتماعية مادة جديدة علينا أول مرة ندرسها السنة دي، فطبعا لما نيجي نحل أسئلة على الدرس ده هيقابلنا نوعين من الأسئلة. أسئلة احنا متعودين عليها زي أكمل، وصل، وضع علامة صح أو خطأ، ودي أسئلة طبعا احنا متعودين عليها وعارفين بتتحل ازاي. مثال على كده مثلا أكمل الاتجاهات الأصلية هي، فكر كده معايا ايه هي الاتجاهات الأصلية اللي خدناها؟ الاتجاهات الأصلية 4 اتجاهات، الشمال والجنوب والشرق والغرب. أما الاتجاهات الفرعية برافو عليك، الشمال الشرقي، الشمال الغربي، الجنوب الشرقي، الجنوب الغربي. طيب تعالوا نشوف نوع تاني كده من الأسئلة، ده علامة صح أو خطأ. وردة البوصلة توضح الاتجاهات الأصلية فقط،
طبعا الجملة دي خاطئة لأن وردة البوصلة بتوضح الاتجاهات الأصلية والفرعية على الخريطة. تمام، هو ممكن هنا يجيب لك السؤال ويقول لك ده علامة صح أو خطأ مع ذكر السبب. ما تنساش هنا العلامة عليها نص درجة والسبب بيكون عليه نص درجة، فلو جاوبت السؤال كامل بتاخد الدرجة كاملة. تمام. طيب ناخد كمان سؤال. مقياس الرسم هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. أكيد طبعا الجملة دي صحيحة. طيب لو انت جاوبت كده في الامتحان هل كده انت اجابتك كاملة؟ لا، كده انت هتاخد نص الدرجة فقط لانك نسيت مع ذكر السبب. انت بتذكر اسباب اجابتك سواء كانت الاجابة بان العبارة صحيحة او خاطئة. طيب هنا هنذكر السبب. ايه هيكون السبب؟ السبب لان فعلا مقياس الرسم بيوضح المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. تمام. طيب ايه هي بقى انواع الاسئله اللي اول مره نتعرض ليها؟ تعالوا نشوف من الاسئله الجديده سنه رابعه اللي هنشوفها بكثره بعد كل درس، وهي سؤال بما تفسر او علل. طبعا السؤال ده معناه اذكر السبب. فمثلا ممكن يقول لك بما تفسر اهميه مفتاح الخريطه. هو هنا عايزك توضح ليه مفتاح الخريطه مهم. فالإجابة بتاعتك هتكون بالطريقة دي. هتقول إن مفتاح الخريطة مهم لأنه يوضح مدلول ومعنى الألوان والرموز الموجودة على الخريطة. سؤال كمان، بما تفسر أو علل أهمية شبكة الإحداثيات. طبعا احنا خلاص عرفنا ان شبكة الاحداثيات هي المقصود بيها خطوط الطول ودوائر العرض الاتنين مع بعض بيكونوا شبكة بنطلق عليها شبكة الاحداثيات. هو عايزك تذكر سبب اهمية شبكة الاحداثيات. تمام، بما تفسر اهمية شبكة الاحداثيات. الاجابة بتاعتنا هتكون ان شبكة الاحداثيات تستخدم في تحديد المواقع بدقة. تمام، شبكة الإحداثيات تستخدم في تحديد المواقع بدقة. طيب تعالوا كده نشوف نوع من الأسئلة الجديدة علينا نسبيا. زي مثلا اذكر المفهوم الجغرافي. هيجيب لك جملة كده هتقرأها والمفروض انك تكتب المفهوم الجغرافي بتاعها. زي ايه؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. مثال، اذكر المفهوم الجغرافي. صورة يتم التقاطها من مكان مرتفع من الجو باستخدام الطائرات. طبعا المفهوم الجغرافي هنا هي الصورة الجوية. تمام. طب لو قال لك صورة يتم التقاطها باستخدام الأقمار الصناعية، أكيد هتكون إجابتنا هي الصورة الفضائية. وكمان يا سنة رابعة ممكن يجيلنا سؤال مختلف تماما زي السؤال اللي هيجيبه لكم دلوقتي. تعالوا كده نشوف مع بعض إزاي هنحل السؤال ده. هو هنا طبعا هيجيب لك خريطة وهيقول لك استخدم وردة البوصلة لتحديد موقع كل مكان مما يلي بالنسبة إلى الآخر. هو عايزك هنا تكتب موقع المكان اللي هيحدده لك بالنسبة للمكان الآخر. يعني بيقع فين؟ من الشمال، الشرق، الغرب، الجنوب، شمال شرقي، شمال غربي، أيا كان موقعه هنحدده بطريقة سهلة جدا. تعالوا نشوف. أول مثال معانا هو مدينة بورسعيد ومدينة المحلة الكبرى. هو هنا عايزك تعرف موقع مدينة بورسعيد بالنسبة لمدينة المحلة الكبرى. أول حاجة هتعملها هتحدد طبعا مكان مدينة بورسعيد على الخريطة وكمان مدينة المحلة الكبرى. هنقف عند مدينة المحلة الكبرى ونبدأ نحدد الاتجاهات الأصلية بتاعتنا باستخدام وردة البوصلة، وهي طبعا الشمال والجنوب والشرق والغرب. هنبص كده على مدينة بورسعيد هنلاقيها بتقع بين الشمال والشرق. إذا الإجابة بتاعتنا هتكون تقع مدينة بورسعيد شمال شرق مدينة المحلة الكبرى. طيب 2، هو عايزك تعرف موقع بحيرة ناصر بالنسبة لمدينة القاهرة. يلا نستخدم وردة البوصلة كده نحطها ونشوف الاتجاهات الأصلية والفرعية. هنلاقي ان بحيرة ناصر بتقع جنوب مدينة القاهرة. يبقى الإجابة بتاعتنا تقع بحيرة ناصر جنوب مدينة القاهرة. رقم 3، مدينة شرم الشيخ ومدينة الغردقة. تعالوا نشوف كده شرم الشيخ بتقع بالنسبة للغردقة في أي اتجاه. لو حطينا كده وردة البوصلة أو حتى رسمنا الاتجاهات الأصلية والفرعية كده بإيدينا هنلاقي إن مدينة شرم الشيخ تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة الغردقة. سؤال تاني، مدينة الإسكندرية ومدينة السويس. تعالوا نشوف كده مدينة الإسكندرية بتقع بالنسبة لمدينة السويس في أي اتجاه. زي ما اتفقنا هنمسك الخريطة بتاعتنا ونحدد موقع المدينتين وبعدين هنقف عند مدينة السويس علشان نقدر نحدد موقع مدينة الإسكندرية بالنسبة للسويس في أي اتجاه.
طبعا هنستخدم بقى وردة البوصلة ونشوف كده هنعمل ايه. هنستخدم وردة البوصلة ونحدد الاتجاهات الأصلية بتاعتنا، شمال جنوب شرق غرب. هنلاقي ان الاسكندرية بتقع بين الشمال والغرب، فهتكون اجابتنا ان الاسكندرية تقع شمال غرب مدينة السويس. مدينة الاسكندرية تقع شمال غرب مدينة السويس. وبكده نكون اتدربنا على كيفية استخدام وردة البوصلة في تحديد موقع مكان معين بالنسبة لموقع مكان آخر. طيب تعالوا كده نشوف نوع تاني من أنواع الأسئلة الجديدة اللي ممكن تقابلنا، والنوع ده من الأسئلة هنستخدم فيه بعض المهارات الرياضية. تعالوا نشوف كده، إذا نظرنا في الخريطة المقابلة نجد أن 1 سنتي في الرسم بيساوي 100 كيلو متر على الطبيعة، وده طبعا عرفناه من خلال ملاحظتنا لمقياس الرسم. مقياس الرسم هنا بيقول لنا إن كل 1 سنتي على الخريطة بيقابله 100 كيلو متر على الطبيعة، وهذا يعني أنه إذا كانت المسافة بين القاهرة وأسيوط 4 سنتيمتر على الخريطة، فإنها في الحقيقة تساوي 400 كيلو متر في الطبيعة. طب السؤال بيجي إزاي في الجزئية دي؟ بيقولك استخدم مقياس الرسم لمعرفة المسافة بين كل منطقتين من المناطق التالية. ألف، من مدينة الأقصر إلى مدينة أسوان. وطبعا في آخر السؤال كاتب لك تحت علما أن المسافة بين المدينتين على الخريطة 1.5 سنتي. طيب احنا كده عندنا مسافة على الخريطة اللي هي 1.5 سنتي، واحنا عارفين أن كل سنتي بيساوي 100 كيلومتر. يبقى في الحالة دي هنعمل ايه؟ هنضرب 1.5 في 100. تعالوا نشوف كده هنضربها ازاي. أول حاجة عشان ما نتلخبطش هنكتب إن كل 1 سنتي على الخريطة يقابله 100 كيلو متر على الطبيعة. يبقى كل الأرقام الموجودة في الخانة دي هتكون بالسنتيمتر، وكل الأرقام اللي في الخانة دي هتكون بالكيلومتر. طيب احنا عايزين نعرف 1.5 سنتي بتساوي كام كيلو متر على الطبيعة. هنعمل ايه؟ هنضرب 1.5 سنتي في 100 علشان نعرف عدد الكيلومترات الحقيقية الموجودة على الطبيعة. طبعا هنضرب 1.5 في 100. احنا في عملية الضرب مش بنبص للعلامة خالص وبننزل الأصفار زي ما هي. أنا عندي هنا كام صفر؟ عندي صفرين هينزلوا، وبعدين 1 في 15 ب15. وتعالوا نشوف بقى كده العلامة كانت بعد كام رقم. العلامة كانت بعد رقم 1، فهنحطها برضو بعد رقم 1، وبكده يكون الناتج بتاعنا هو 150. هنكتب 150 ايه، سنتيمتر ولا كيلو متر؟ برافو عليك، هنكتب 150 كيلو متر. يبقى كل 1.5 سنتي على الخريطة يقابله 150 متر على الطبيعة. يبقى إذن المسافة بين المدينتين على الطبيعة هي 150 كيلو متر. وطبعا يا ولاد زي ما شفنا ان مسائل مقياس الرسم وكذلك مسائل وردة البوصلة من المسائل الجديدة علينا. لازم تدرب نفسك عليها كتير جدا علشان تبقى جاهز لأي اختبار. تمام، وبكده تكون حلقتي انتهت النهاردة. اتمنى اكون قدرت افيدكم. استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.